بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية الساحرة لما أخذت شيء من ماء البركة وتكلمت عليه بكلام لا يفهم، تحرك السمك ورفع رأسه وصار آدميا في الحال، وانفك السحر عن أهل المدينة، وصارت المدينة عامرة والأسواق منصوبة، وصار كل واحد في صناعته، وانقلبت الجبال جزائر كما كانت. ثم أن الصبية الساحرة رجعت إلى الملك في الحال وهي تظن بأنه العبد، وقالت: يا حبيبي، ناولني يدك الكريمة أقبلها. فقال الملك بكلام خفي: تقربي مني. فدنت منه، وقد أخذ خنجره وطعنها به في صدرها حتى خرج من ظهرها، ثم ضربها فشقها نصفين، وخرج فوجد الشاب المسحور واقفا في انتظاره، فهنأه بالسلامة وقبل الشاب يده وشكره، وقال له الملك: أتقعد في مدينتك أم تجيء معي إلى مدينتي؟ فقال الشاب: يا ملك الزمان، أتدري ما بينك وبين مدينتك؟ فقال الملك: يومان ونصف اليوم. فعند ذلك قال له الشاب: أيها الملك، إن كنت نائما فاستيقظ، إن بينك وبين مدينتك سنة للمجد، وما أتيت في يومين ونصف إلا لأن المدينة كانت مسحورة، وأنا أيها الملك لا أفارقك لحظة عين. ففرح الملك بقوله، ثم قال: الحمد لله الذي من علي بك، فأنت ولدي، لأني طوال عمري لم أرزق ولدا. ثم تعانق وفرح فرحا شديدا، ثم مشي حتى وصل إلى القصر، وأخبر الملك الذي كان مسحورا أرباب دولته أنه مسافر إلى الحج الشريف، فهنأوه وفرحوا له جميعا. ثم توجه هو والسلطان، وقلب السلطان ملتهب على مدينته حتى غاب عنها سنة، ثم سافر ومعه 50 مملوكا ومعه الهدايا، ولم يزل مسافرا ليلا نهارا سنة كاملة حتى أقبل على مدينة السلطان. فخرج الوزير والعساكر لمقابلته بعدما قطعوا الرجاء منه، وأقبلت العساكر وقبلت الأرض بين يديه وهنأوه بالسلامة، فدخل وجلس على الكرسي، ثم أقبل على الوزير وأعلمه بكل ما جرى على الشاب. فلما سمع الوزير ما جرى على الشاب هنأه بالسلامة، ولما استقر الحال أنعم السلطان على أناس كثيرين. ثم قال للوزير: علي بالصياد الذي أتى بالسمك، فأرسل إلى ذلك الصياد الذي كان سببا لخلاص أهل المدينة. فأحضروه له، فخلع عليه وسأله عن حاله وهل له أولاد، فأخبره بأن له ابنا وبنتين. فتزوج الملك بإحدى بنتيه، وتزوج الشاب بالأخرى، وأخذ الملك الابن وجعله خازن دار عنده. ثم أرسل الوزير إلى المدينة الشاب التي هي الجزائر السود، وقلده سلطانتها، وأرسل معه 50 مملوكا الذي جاءوا معه، وأرسل معه كثيرا من الخلع لسائر الأمراء. فقبل الوزير يديه وخرج مسافرا، واستقر السلطان والشاب. وأما الصياد فقد صار أغنى أهل زمانه، وبناته زوجات الملوك، إلى أن أتاهم الممات. وهنا أدركت شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبكرة قصة جديدة. تصبحوا على خير.